المعمل بتاع المدرسة ده ليه علاقة وثيقة جدا مع الطالب. لو الطالب دخل المعمل وحبه بيطلع عالم، بيطلع حابب كلية العلوم وحابب كلية الطب وحابب كلية الهندسة نتيجة التجارب المعملية اللي بيعملها. لكن عشان يعمل التجارب ديت لابد ان انا امنه كويس، لانه بيتعامل مع مواد كيماويه وبيتعامل مع غاز وبيتعامل مع اماكن كلها فيها حاجات خطره جدا. ف يعني المفروض ان انا المعمل ده يبقى فيه واحد متخصص مسؤول عن المعمل، من ان هو من اول ما بيجهز عارف ان المدرس بتاع العلوم جاي يعمل تجارب معينه، فالتجارب ديت بيبقى قايل له عليها، فبيبقى محضر له الخامات اللي هيشتغل بيها. بعد الانتهاء المفروض ان هو يقفل المعمل ويقفل كل حاجه ويرجع كل حاجه مكانها، والحاجات أو التجارب اللي عملوها يشيل اثرها، وازاي ان هو النفايات دي يقدر ما يرميهاش بقى في بلاعه عشان ما تنزلش في على الصرف الصحي، ما يرميهاش بقى، ليها طريقه في التخلص من هذه النفايات.